تكلم الجن فيها، لكن إذا ما تكلم يضيع الحابل بالنابل على أهلها. لكن إذا في واحد ذكي يعرف أن أختهم أو بنتهم اللي صار فيها مستجد شيء مو طبيعي، فيلجؤون من بعد الله حق الرقات. وتي لعبة الرقات، والرقات كل من لبس له قطرة وربى له لحية قال أنا راقي. زين، الأكثرية كذي، وفي ناس زينين وفيهم خير. يجي حق راقي، الراقي هذا يعني مقدار الفهم عنده يختلف عن الراقي الثاني، والراقي اللي منك غير الراقي هذا، كل واحد عنده طريقة، وفي بعض الرقات يقلدون بعض. لكن اللي يفيد هذه المرة من اللي يفيدها الراقي اللي الله جعله سببا صحيح، وفي ناس فيهم خير. جت ودوها عند راقي صحيح يفهم ويحضر، يقرأ قرآن ويحضر الجن فيها. فإن كان هذا الراقي يفهم يعرف يتعامل معاه ويقول له، يعني خلي أقول لكم عن نفسي، أنا ما لي شغل بغيري، وكل الرقات فيهم خير مجتهدين وجزاهم الله خير والله يبارك فيهم ويزيدهم بالعلم، لكن أنا أتكلم عن نفسي. ياما حضرت والجن حضر، قلت يا ابني عيب عليك أنت داش في جسد هذه الإنسانة. يقول أنا جيت، احنا نتكلم عن السحر، أنا جيتها من السحر. أنا كراقي أبو سليمان جمال الشومر ما لي شغل فيه، من اللي سوى السحر، من وين جاي السحر، ومن اللي سواه، على شنو سواه، لأن هذه أسئلة يسألوني أهل المريضة اللي فيها جدي. أنا أقول لهم أنتم تبون أخذكم الطيب ولا تبون تعرفون الجني من وين جاها ومن وين هذا؟ تالي أفهمهم ويسكتون، لا نبيها الطيب، إذن إحنا ما لنا شغل، ما نسوي مشاكل فتنة، أنا ما أسوي فتنة يا جني. من سوى؟ يمكن الجني من كثر ما يكذبون يتهم واحد من أهلها غير اللي تسوي لها سحر عشان تصير مشاكل عائلية بيناتهم ويصير مذابح بيناتهم. لا، أنا أقول له ليش فيها؟ يقول عن سحر. إنزين يا ابني اطلع منها. طبعا إذا كان مسلم اسمه مسلم، لكن يعتبر هو عاصي وكافر، لأن داش أتى شيء محرم عند الله. وأنا قلت أصعب الجن المسلم العاشق اللي ما يطلع بسرعة. إنزين، أطلع يا ابني، ما أطلع أقل شيء بيقول أنا محبوس، أنا محكوم، أنا ما أقدر أطلع. أقول له نعم، أنت ما تقدر تطلع لأن الساحر ماخذ عليك وحط عليك رقابة من عصابته من الجن، إن طلعت طقوك أو قال نعم. قلت أنا أعرف، أنا محاكيك وسليمان أعرف، لكن أنا اللي بطلعك. هني ينصدم. الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى اللي أعطاني البركة بديني، وأنا أسوي حركة بيدي مسميها القبضة والكماشة، وربي يطلع بيدي. أنا سبب، أنا ما طلع الجن، الله اللي طلعهم بيدي. الله جاعل البركة بيدي، اللي فيه جني أعطيه حركة بإيدي مسميتهم القبضة والكماشة، والفضل لله اللي ألهمني بذلك وعبدني في ذلك، وأنا أشكر الله وما حييت على هذه النعمة اللي أعطاني إياها. ويطلع الجني. وبعض الجن شو يقول؟ عمي أنا بطلع أنا محبوس والله ما أقدر. هذا يطلع، أعطي قبضة الكماشة يطلع. ليش؟ وهم إيه تحريص، وأنتم بيتك مضاد حيوي من الله سبحانه وتعالى أن الجني ما يرجع على هذا مرة ثانية، لأن عارف شنو اللي يجي من الله على أيدي. وطبعا هذا الإنسان أو هذه الإنسانة اللي طلع منها الجني وخلصت لازم تلتزم بالوصايا اللي أنا أقولها، بالصلاة وآية الكرسي والصلاة على النبي والدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى، على أساس تقوم في هذه الأعمال الأذكار كل يوم وتلتزم فيها وما تسمع أغاني، عشان الله يتمم عليها وما يرجع الجني. لأن الجن العاشق يا حبايبي
الجن العاشق له عشق جسد يشتاق له، إذا راح بعالمه أو راح على إنسان ثاني يشتاق له، يطري في باله الله. أنا أذكر يوم رحت بالحداق بالطراد الفلاني مال فلان أو مال ولدي أو طرادي، المكان النقعة الفلانية، الميفرة الفلانية، المنطقة الفلانية، صدني صيد واستانس منه، أروح له مرة ثانية وأروح له مرة ثالثة. الجن لا عشق جسد الإنسان، سواء جنية عاشقة واحد أو جني عاشق جسد حرمة، فإنه يأتيه حتى اللي يغيب ياخذ له شهر شهرين ثلاثة، يرجع يحن حق هذا الجسد، يبي يستمتع فيه، يبي يعاشر هذا الجسد، يبي يشوف صاحب هذا الجسد، يعني عافيته. يجي متى؟ إذا هو ضعف في إيمانه.